صباح الخير عليكم. صباح يوم جديد، يوم جميل كله تفاؤل وامل يا رب عليكم. تعالوا بقى النهارده جايبالكم فكرتين اتنين، فكره تخص العرايس اللي بتجهز وفكره للاطفال عشان يشربوا اللبن، ويعني محتاجين بجد كالسيوم وحاجات من كده الايام دي. تعالوا نشوف كده النهارده اول فكره معانا للعرايس اللي بتجهز. بجد يعني الاختراع ده مش هقدر اقول غير الاختراع ده جامد جدا جدا. ده اسمه كوستر. تمام. ده بتحطيه في صينيه التقديم ايا كان بقى. انا بصراحه يعني الصينيه الايكيه دي انا بحبها قوي، فبقدم فيها المشروبات بتاعتي يعني جميله. الكوستر ده هما يعني ست وحدات. ست وحدات دول بتقدمي عليهم، والستة التانيين اللي انت بتحطي عليهم يعني البودرة اللي هترشيها مثلا فوق الكاكاو فوق اللبن، يعني بيديكي الشكل اللي انت حباه فوق الكوباية بتاعتك، فوق كوباية القهوة، فوق كوباية الكابتشينو اللي انت حباه. هما دول اللي بيدوكي الشكل فوق الكوباية. شايفين؟ جميل قوي. انصح بجد كل عروسه تجيبه بجد. الكوستر ده مفيد وجميل، مش هتجيبيه وتركنيه على جنب. يعني في حاجات كتير قوي في جهاز العروسه بجد بتيجي وتتركن يعني تحت السرير بقى، فوق الدولاب. انا عن نفسي راكنه حاجات كتير قوي ما استعملتهاش ومش بستعملها. فبجد في حاجات بسيطه، ويعني بسيطه قوي قوي كمان ممكن ما تجيش في دماغنا ان احنا نجيبها في الجهاز، بس بجد بعد كده هتنفعك قوي. يعني لو في ضيوف جايلك او حاجه وانت عروسه جديده بجد يبقى شكلها لطيف قوي وظريف. زي ما شايفين كده انا ابتديت ارص اهو الكوستر بتاعي. شايفين شكله لطيف قوي، وليه العلبة بتاعته منظمة برضو مرتبة، ليها ناحيتين، ناحية للكوستر اللي هتحط فيه الكوبايات، وناحية للكوستر اللي هتعملي بيه الشكل فوق الكوباية. وادي الغطا بتاعه جميل قوي برضو، الغطا بتاعه شيك جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده هرص بقى الكوبايات بتاعتي. دي كانت الفكره اللي تخص العروسه في الجهاز بتاعها. لا يعني الفكره دي جميله، او الاختراع الجامد ده جاي يعني جميل جدا، هينفعك في جهازك. طب ايه بقى الفكره التانية الخاصه بالاطفال؟ احنا عملنا شويه كده كاكاو باللبن، يعني ما كانش محتاج ان انا اقول مقادير في اول الفيديو لان كلنا بنعمل كاكاو باللبن، بس انا بعمل كاكاو المحلى اللي هو يعني يبقى مخصوص للشرب، مش اللي هو غير محلى، هيبقى تقيل قوي ومر قوي. بس طبعا دي يعني اذواق حسب ما انت حباها. انا بحب قوي اعمل اللي هو المحلى. زي ما انتم شايفين كده انا رصيت بقى الكوبايات بتاعتي زي ما انتم شايفين شكلها لذيذ قوي ازاي. وهنا كان اللبن بالكاكاو اتعمل على النار. طبعا انا حطيته على ما وريتكم الكوستر، حطيته على النار زي ما انتم شايفين كده. بحط الكوبايات بقى بملاها بالحليب بالكاكاو زي ما انتم شايفين. انا حطيت حوالي يعني عيرت الكوبايات دي 4 كوبايات لبن، عليهم معلقتين 2 كاكاو محلى، عليهم معلقتين 2 سكر، وكانت مظبوطه جدا جدا جدا. وعندي هنا كمان اولادي مش بحط لهم في كوبايه كبيره، بحط لهم في كوبايات صغيره. ودي نصيحه لكل ام، يعني بلاش نحط لاطفالنا كوبايات قد بتاعتنا بالظبط، لا نحط لها كوبايات اقل من بتاعتنا، يعني قليله شويه في حجمها عشان الاطفال مش هيخلصوا حاجتهم، ولو خلصوا نحط لهم تاني، لان انتوا عارفين يعني محدش بيشرب مكان حد، محدش بياكل مكان حد، فحرام الحاجه هتترمي. فنحط لهم حبه حبه، كل ما يخلصوا نحط تاني. طب ايه هي الفكره الجديده دي؟ ايه دي فكره ايه؟ يعني هنشوف كده. مارشميلو. دي مارشميلو يا جماعه، كيس مارشميلو. انا كنت بحب اجيب الكيس الكبير ابو 5 جنيه بس ما لقيتهوش. فكانت بتبقى كوبايه يعني مليانه قوي قوي كده، وبعدين كان بيبقى مارشميلو كبير شويه عن كده بس ما لقيتهوش. جبت الكيس الصغير ده وخلاص. هيقضي الغرض. رحت جايبه 2 بسكوت اوريو. طبعا انا بجيب البسكوت الاوريو ده بخليه عندي ده بالميزان، مش بجيب يعني الباكيتات الصغننه دي او الاكياس الصغننه دي، لا بجيب بالميزان على طول، بنص كيلو بربع كيلو على حسب ما انا بحتاج، لان طبعا انتوا عارفين انا بزين تورتات وكده فبحتاج الاوريو دوت. فجبت بسكوتين 2 وحاولت كده اعمل شويه كده على الوش. طبعا مش حابه الاوريو او ما عندكيش الاوريو، هي مجرد فكره، ممكن تستبدلي الاوريو باي حاجه. لو عندك قهوه مثلا اللي هي سريعه الذوبان، عندك كاكاو، كل ده هتديله رشه كده على الوش، هيفرق معاكي طبعا في الطعم والشكل طبعا. ولو اولادك مش من النوع اللي بتحب اللبن بجد دخلي لهم اللبن في الكاكاو، وحطي كده شويه المارشميلو ورش شويه الرشات الخفيفه البسيطه دي كده على الوش، هتعجبهم جدا 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 وهيشربوا اللبن. عايزه الاطفال تاكل الحاجه اللي انت عاملاها او تشرب الحاجه الموجوده في البيت، جددي لهم، نوعي لهم. يعني انا برضو الكوستر ده كنت يعني اولادي مش بيحبوا يشربوا السوائل السخنه، فبقيت بقى احط الكوستر على الصينيه الايكيه واحط لهم النعناع بقى واليانسون، وكنت بجمل لهم كده وهم كانوا بيفرحوا قوي بيها. يعني شايفينها انتوا شكلها لذيذ ولطيف، فبيشربوا بقى الحاجه بما انهم فرحوا بالحاجه اللي محطوطه عليها.
التقديم بيفرق طبعا كتير، يعني التقديم بيفرق كتير يا جماعه. فركز شويه في التقديم. هنا كنت خلصت خلاص الكاكاو، حطيت المارشميلو، رشيت رشه اوريو، وجبت لهم كمان كيسين شيبس كده. مش معقوله يعني نفسي هتجزع كده. يا رب تكون الفكره لطيفه وخفيفه وظريفه. متنسونيش في اللايك. سلام.